حضراتكم من جديد، وزي ما انتم شايفين بالتاكيد الصوره في استاد القاهره. يمكن النادي الاهلي بينفذ قراره بالتاكيد في ظل ان المباراه تم اسناد ليها طاقم تحكيم مصري. وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل والاتصالات كانت قدامي، محدش حكالي، انا شايفها بنفسي. المبادره النهارده اللي كانت موجوده من قبل مباراه القمه باكتر من 5-6 ساعات من دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واتصل باعضاء اتحاد الكوره، واتصل بالمدير التنفيذي لاتحاد الكوره، واتصل بالمهندس هاني ابو ريده، وقال له في طاقم تحكيم من السعوديه هيكون موجود في القاهره النهارده الساعه 11، وهنطلب تاجيل المباراه ساعتين عشان المباراه تقام بطاقم تحكيم عربي. الاتحاد، انا بقول لكم كلام انا مسؤول عنه وشايفه بنفسي، والدليل على كده اللي انتم شفتوه دلوقتي بالتاكيد في استاد القاهره. الاتحاد ما كانش عنده رغبه، الاتحاد قال انا مش طرف، عينت طاقم التحكيم في اداره رابطه بتدير، والمباراه في موعدها، والطاقم تم اختاره بالتحرك بعد الفطار مباشره. فبالتالي مين اللي كان بيحط العقده في المنشار؟ مش الزمالك بس، لا ده اتحاد الكوره. فلذلك النهارده في مبادره، ودلوقتي المبادره دي لسه مستمره من دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وقال ان الطاقم العربي هيكون موجود بكره، وان المباراه تتاجل 24 ساعه، ودي مبادره لحل الازمه. بس هل في اطراف عايزه تحل؟ اعتقد انتم شايفين الصوره في استاد القاهره، مين اللي حرك طاقم الحكام، مين اللي عين المراقب الكابتن محمد ياسين. وكلنا عارفين ان الماتشات اللي زي دي بدل ما تحط الكفاءات اللي ممكن تكون موجوده، والكابتن محمد ياسين كفء بالتاكيد ومراقب له حيثيه، ولكن انا بشوف ان اتحاد الكره برضه عشان يظبط ورقه نزل بكل رجالته، حكام، مراقبين، منسقين، كل الناس موجوده من اتحاد الكوره. وبعدين اقول لك على حاجه، اهلي وزمالك يجي لها مراقب من منطقه بورسعيد ليه يا باشمهندس هاني؟ الاخ اللي عمال يجاهد قوي وبيدوس قوي كده بكل قوه وبكل عنف، واحنا بنلعب كوره ورياضه. انا مش فاهم يا جماعه انتوا بتفكروا في الرياضه ازاي؟ اهلي وزمالك بيجي مراقب من منطقه بورسعيد ليه؟ وبعدين فين المراقبين اللي موجودين في منطقه القاهره، منطقه الجيزه، منطقه اسكندريه؟ انتوا يا جماعه بتحسبوها ازاي؟ والاخ اللي بيجاهد ده بيجاهد ده عشان ايه يعني؟ انا عايز افهم، هو بيجاهد قوي في الكره المصريه للدرجه دي وبيحفر في الكره المصريه بالطريقه دي لصالح مين؟ ايه الفكره في ده؟ دوركم ايه؟ بتصفوا حسابات على حساب مين؟ ادي مبادره من وزير الشباب والرياضه، وانا بقول لكم النهارده قسما بالله الكلام ده كان موجود من قبل الفطار بساعه وساعتين، لدرجه ان كان في اتفاق ان ممكن يطلع بيان مشترك المباراه هتبقى الساعه 11:30، طاقم تحكيم عربي عشان الصوره العامه. ولكن محدش عايز يستجيب، محدش عايز يحل، الكل عايز يحط العقده في المنشار. مين ليه مصلحه ان يعمل ازمه في ماتش الاهلي والزمالك؟ مين ليه مصلحه ان يعمل الازمه دي لصالح مين؟ هو اتحاد الكوره طرف في المسابقه؟ اللي اعرفه ان اتحاد الكوره مش طرف، بس يبدو ان في ناس في اتحاد الكوره طرف، بتدخلاتهم النهارده وبقراراتهم النهارده اصبحوا طرف. لما الرابطه اللي بتدير تقول لك حكام اجانب تقول حاضر، ما انت ما بتديرش الدوري، انت مش بتدير الدوري. طيب عموما عشان ندخل في تفاصيل اكتر ونعرف الموقف الرسمي للنادي الاهلي في هذه اللحظات والخطابات التي تم ارسالها على مدار الايام الماضيه،